السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة. عايزاكم تركزوا معايا قوي في الفيديو ده، لان بجد القصة اللي انا هحكيها لكم في الفيديو ده هي قصة حقيقية، ويمكن القصة دي يكون حد منكم بيقابل الحاجة دي. فبالله عليكم عايزاكم تسمعوا كده بتركيز وتشوفوا سبب القصة دي والحل. احنا يعني صاحبة القصة عملت ايه علشان تطلع من اللي هي فيه. الموضوع مهم جدا، فحاولوا تسمعوه كده وما تضيعوش منه ولا دقيقة. صاحبة القصة النهاردة انا اعرفها شخصيا. فكانت لسه متجوزة جديد يا بنات، وكانت يعني سبحان الله لسه يعني ما كملتش. كان كل الموضوع عندها حوالي يعني أقل من 10 أيام. يعني هو في خلال ال10 أيام حصل لها الموقف ده. هي كانت لسه متجوزة جديد. بعد بقول لكم أقل من 10 أيام أو حوالي 10 أيام بدأت يعني تحس بخنقة في بيتها. بدأت تحس إن البيت شكله مش طبيعي، يعني مش بالجمال اللي هي كانت شايفاه قبل كده ولا يعني كل واحدة انتوا عارفين كده اما بتتجوز بترتب بيتها وبتكون كل حاجة فيها جديدة، وبتكون فيها يعني ايه كل حاجة طبعا انت جايباها على ذوقك. فكل حاجة بتكون انت حباها، كل قطعة في البيت انت حباها. ففجأة هي خلاص ما عادتش حابة شكل البيت، شايفاه مش حلو. حاسة بكآبة. خلوا بالكم بقى من النقطة اللي جاية دي، ان هي كانت بتقعد تعيط ومن غير سبب. دي من الحاجات، خلوا بالكم منها، ان هي كانت بتقعد تعيط من غير اي سبب، مفيش اي مشاكل ولا في اي حاجة، بس هي حاسة ان هي يعني جاي لها كده خنقة ان هي بتعيط. طب ايه السبب؟ مفيش سبب. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، وصلنا لان هي بتعيط من غير سبب. بعد كده طبعا كل حياتها اتقلبت 180 درجة يا بنات. خلاص الهمة اللي هي كانت فيها، كانت طبعا متعودة ان هي كل واحدة بتبقى فرحانة كده بحاجتها، بتنظف بقى مع ان الحاجة نظيفة، بس حاسة ان هي عايزة تنظف على النظافة اللي هي عندها، عايزة ترتب على الترتيب اللي عندها. خلاص راح منها الموضوع ده. بقت قاعدة خلاص حاسة باكتئاب شديد، حاسة ان الدنيا مش احسن حاجة معاها. بتحكي بتقول ان والله ده حصل بجد، ان هي يعني حتى القعدة في البيت ما عادتش مرتاحة لها، هي عايزة تمشي من البيت بأي طريقة، عايزة تخرج. يعني لو خرجت مكان مش عايزة ترجع للبيت تاني، رغم ان هي كانت حابة البيت قوي، كانت حابة شكله. فطبعا كل ده كانت بتحكيه. ف سبحان الله وصيتها ان هي يعني حاولي ان انت تشغلي سورة البقرة، حاولي ان انت تقرأيها، وده الافضل يعني كمان. يعني لما انت تقرأيها بصوتك، تمسكي كده القرآن وتقرأيها كمان، ده هيكون يعني ايه، انا بحس كده ان لا لو انا هقرأها هيكون افضل كمان من اني اشغلها في البيت. يعني لما تقرأها بصوتها هتقعد على المصحف، هتقضي وقت كده على في القرآن وهي بتقرأ. طبعا كان في الأول الأمر صعب عليها، وسبحان الله الموضوع يعني فضل معاها فترة طويلة. يعني الموضوع الخنقة وموضوع العياط وموضوع الحاجات دي فضل معاها فترة طويلة، لأن هي ما حاولتش إن هي تعالج نفسها. طبعا يا بنات لما حاولت تعالج نفسها في الأول، قبل ما مثلا ما اقول لها على سورة البقرة، هي حاولت طبعا. اللهم عافينا يعني، وده الطريق ده طبعا ما ينفعش ان احنا نروح له، ان هي يقولوا ان في شيخ بيرقي بالقرآن ومش عارف ايه، ويقول لك خد عسل وخدي كان يعني الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. طبعا الموضوع ما عملش اي حاجة، لان طبعا الحاجات دي مرفوضة. يعني لو انت ترقي نفسك فده افضل. كل ده مرفوض، ان انت ما تروحيش لشيخ ولا يقول لك ده بالقرآن ولا ده. لا، الموضوع ده مرفوض تماما. يعني لما انت تقرأي مع نفسك ده افضل بكتير. آه طبعا هي بدأت تقرأ سورة البقرة زي ما وصيتها. طبعا في الاول كانت تقيلة عليها. ففضلت ان هي تقرأ سورة البقرة شوية شوية. مش هقول لكم ان الامر يعني بدأت ان هي الموضوع يتشال من عليها او تحس ان هي خلاص بقت كويسة من اول يوم ولا من تاني يوم، لا هي فضلت فترة طويلة ان هي طبعا تقرأ سورة البقرة.
وصيتها طبعا بالأذكار، لأن طبعا هي بتحفظ الإنسان طبعا. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلو كان في مثلا الموضوع سحر أو موضوع عين، مثلا حد دخل عندك، وطبعا احنا عارفين ان العين صائبة، العين حق. فلو حد مثلا دخل البيت وحسد شكل البيت، شافه شكله جميل، شايفك انت مثلا قاعدة في روقان، في نظافة، في حاجتك جميلة، فما قالش بسم الله ما شاء الله، او ما قالتش بسم الله ما شاء الله، فطبعا سابت الايه، العين اللي صابت دي حسدت طبعا البيت. فده طبعا بيجيب برضو، بيجيب الاكتئاب، وبيجيب الحاجات اللي انا قلتها دي كلها. لكن المفاجأة في الموضوع بقى يا بنات، ان هي فضلت تقرأ سورة البقرة، واستمرت عليها وقرأت الأذكار، واستمرت على ان هي نظمت صلاتها وكل الحاجات دي. الموضوع كان تقيل عليها، حتى الصلاة كانت تقيلة عليها. تعالوا بقى اما احكي لكم على المفاجأة اللي حصلت يا بنات. بعد طبعا فترة طويلة من الصلاة والذكر وكل ده، هي كانت حبت ان هي تنقل الأوضة بتاعتها، أوضة النوم بتاعتها، من المكان اللي فيه لمكان تاني. يعني حست ان هي عايزة ايه، يعني تبدل كده وايه، وتنظف تنظيفة كويسة، وحست ان هي عندها نشاط شوية. فقالت لما ايه انقل المكان من الأوضة، يعني من مكان لمكان. هي وجوزها هما بيشيلوا كده المراتب، فيا بنات لقوا حاجة سبحان الله اللهم عافينا تحت المرتبة بتاعتها اللي هي نايمة عليها. أنا مش عارفة يعني سبحان الله. هي طبعا لما قرأت سورة البقرة، لما واظبت عليها، لما ساعدت نفسها بقراءة سورة البقرة. سورة البقرة طبعا عظيمة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا ان احنا نقرأ سورة البقرة. طبعا وقال لنا ان هي تركها حسرة، وطبعا السحرة ما تقدرش على سورة البقرة. فهي لما قرأت يا بنات سورة البقرة، هي ربنا سبحانه وتعالى دلها، كان قوة سورة البقرة وقربها من ربنا. هي ما خدتش الطريق مثلا اللي هو في كفر ربنا. هي بعد ما يعني قالت لا انا ايه، هاخد الطريق الصح. فربنا سبحانه وتعالى دلها على المكان الصح، وهو ان الحاجة اللي بتأذيكي هي فين. فسبحان الله وهي بتشيل حاجتها، لقيت الحاجات ديت محطوطة تحت المرتبة يا بنات. فطبعا دي من يعني من عظمة سورة البقرة وقراءتها. والحاجة دي يا بنات كانت طبعا معمول لها سحر، يعني ما كانش الموضوع عين، هي كانت سحر. فطبعا ده أذى. ولو كانت مثلا هي سورة البقرة سبب ان هي تقرأها، سبب ان انا اقول لها اقرأي سورة البقرة واستمر عليها علشان توصل للحاجة دي. سبحان الله، ووصلت للحاجة ديت، والحمد لله رب العالمين. يعني الموضوع اتداوى بالقرآن وبسورة البقرة. فيا بنات الموضوع ده مهم، الموضوع ده بجد. يعني خلوا بالكم، خلوا بالكم كده يعني من نفسكم. واي حد بيحس ان هو مكتئب، بيحس ان هو في ضيق في حياته، في خنقة، ما تسيبوش سورة البقرة. دي كانت صحبة من صحب، يعني من أصحاب سورة البقرة، دول بقى اللي بيقرأوا سورة البقرة. وبتقول لي أنا يعني بقالي سنين لحد دلوقتي أنا ما بسيبش سورة البقرة. إن ما قرأتهاش بعد الفجر لازم أقرأها بعد المغرب، بعد العصر، المهم إن أنا ما بسيبش سورة البقرة، لأن هي كانت السبب في إن أكتشف الحاجة اللي جوه البيت ده أولا. ثانيا كانت يعني شفاء ليها. مع ده سبحان الله كان في بقى رزق، وكان في تعافي وشفاء من اللي هي فيه. وحياتها بتقول لي اتبدلت 180 درجة. فدي سبحان الله واحدة من اللي بتقرأ سورة البقرة ومستمر عليها. فبوصيكم بسورة البقرة، استمروا عليها كويس، ما تسيبوش سورة البقرة، لأن سورة البقرة عظيمة عظيمة زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ووصانا بيها. احب ان تكونوا كده يا رب كده يعني استفدتوا من الفيديو، وشاركوه مع احبابكم مع اصحابكم، عشان لو حد في حاجة من الحاجات اللي انا قلتها
يحاول يعمل بيها، وان شاء الله ربنا كده يشفيه. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.